السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه النهارده يا جماعه؟ الفيديو بتاع النهارده هنذبح البط. كنا جايبينه رمضان المفروض، بس بما ان في كام بطه كده استوى والاكل غالي زي ما انتم عارفين، فقلنا نخف شويه ونجيب غيره. فالنهارده اعمل معاكم البطه بطريقه في التسويه حلوه خالص، وكمان التنظيف هيكون جميل بطريقه سهله، واعرفكم على شويه معلومات كده وانتم بتنضفوا، يعني تطلع الريش الصغير اللي كلنا بنحتار فيه. تعالوا بقى نمسك كده بطه الاول، نشوف واحده كبيره، يعني نختار نشوف انهي واحده كورت كده ونمسكها الاول. ما شاء الله دي حلوه، بس مش عارفه في احلى منها ولا ايه. اللي صوته بصوا يا جماعه، تعرفوا الفرق بين الذكر والانثى ازاي؟ دي صوتها واطي تكون ذكر، الفرخه كانت هتموت في الشارع. اللي صوتها واطي دي ذكر، اللي صوته عالي بقى بيكون بتاعي. بصي هشوف واحده غيرها برضه، خليها معايا واشوف واحده تانية. لما جريت وراهم مسكت الثلاثه دول، هم ما شاء الله كلهم يعتبر يعني ايه داخلين كده وزن واحد على بعض. فمش عارفه محتاره والله. اقعدي مش عارفه يا ماي دي ولا دي. خلاص اللي شفت ده انت ما تفتحيش واحدة منهم خالص اصلا، ده الحلوين. اللي انا سبته ده كانت حلوين اهو، هما دول زي بعض اهو. ناخد البيضة دي، ده الذكر لو كانت منها. اول واحد انا مسكته كانت الواحد اللي هو اللي طلع ده، كان صوتها عالي. ده انتي السلومية دي عن كده شوية. والله انا بحتاج، الموضوع عايز ميزانة. نمسك الاولاني تاني؟ طب وقفي كده، حمي السكينة عشان تكون حامية كده، عشان ما يبقاش حرام علينا. انا اخترت واحدة يا جماعة بيضة وخلاص، اللي مسكتوها معاكم يعني، سبت التانيين بس. هي نصيبها برضه. وعامة البط الفرنساوي ده مش بيشيل لحم كتير، يعني ما بيشيلش اللحم اللي هو بقى ايه اللي يوصل. فبما ان بقى ان احنا عايزين نخلص منه عشان نجيب غيره، فهنخفه بقى. يلا نذبحها. زي ما عودتكم يا جماعة رجليها في حته والجناح في حته. بسم الله بسم الله، الله اكبر. انا طبعا حاطه الميه على النار على هي ما تخلص براحتها، ونعملوها بقى مع بعض. انا كنتش عايزه اذبح منه والله دلوقتي، بس ايه عايزين نخف عشان نجيب صغير، والعيال عايزين برضه بط النهارده وكده، فقلت بقى ايه نذبحها. هي لسه شايفين البط بياخد وقت شويه على ما يخلص، يعني ممكن تقعد لها على كده ايه ربع ساعه تلت ساعه براحتها بقى. عقبالك وانتوا كمان جايين يبصوا عليها. انتوا عارفين بعد ما خلصت وسكتت، كنت خلاص قلت بقى خلصت اشتغلت تاني، بصيت لقيتها عملت جامد كده تاني. فسبحان الله يعني الروح برضو مش بتطلع بالساهل. انا حاطه الميه على النار بقى لما تسخن، ونقعد بقى ننضفها هنا في الشمس هنا. كده سيبناها لما صفت كل الدم اللي فيها وخلصت خالص، ناخدها بقى ايه، انا حاطه الميه على النار. تعالوا بقى عشان نحطها على النار. البط بيحتاج الميه تكون مغليه جامد، ما بتكونش لازم الميه تكون مغليه، ما تكونش بارده او داخله على، لا لازم تتاكدوا كده ان الميه سخنه جامد عشان يتنضف معاكم بسهوله.
هعملها بس في الميه وارجع لكم. بصوا عشان الميه كانت سخنه وحلوه، بصوا بيطلع معايا الريش شايفين بكل سهوله اهو. وشد الكبير بقى مع الصغير، يعني شد الريش الكبير مع الصغير عشان ما يرجعش يغلبنا تاني. هقول لكم على حاجه بقى، الريش الصغير ده لما نخلص بس نطلع الريش هتخليكي تتخلصي منه بسهوله. بس استنوا بس عليا لما نخلص من الريش ده الاول. ما تمسكيش حته وتسيبيها وبعدين تمسكي حته تانية، هاتي كل حته مع يعني ايه مره واحده كده. ما نعملش هنا ونرجع نقلبها كده، لا وتبقى مشوهه منظر. لا نعمل كله مع بعض، يعني اول باول قصدي، زي ما انتم شايفين كده. شايفين اهو. خلي ايدك خايفه كده في التنظيف. انا بعرف الناس بتقول ما بتعرفش تنظف الا الطيور خالص، رغم انه هو سهل يا جماعه. تحطي في الميه وتطلعيه تفضلي تشدي الريش كده وخلاص، ما فيهوش اي حاجه صعبه وانت قاعده كده اهو، مش صعب خالص يعني. هطلع كل الريش بنفس الطريقه وارجع لكم. بعد كده يا جماعه لما نضفتها طلعت الريش الكبير كله من النوع الصغير، برضه ما سبتش فيها اي حاجه. المفروض يعني لازم الخطوه دي، البط خاصه يعني اكتر من الفراخ، لازم الخطوه دي انك تحطيها على الطباخه. هنا شمرت لك. هتحطيها على البوتاجاز كده وتشوحيها عشان اي ريش صغير، ريش اصفر، بص كل الريش بقى اللي هو كده يطلع يتحرق من النار بنفس الطريقه كده. طبعا انا حاطه طباخه دي زي ما قلت لكم قبل كده عشان الحاجات اللي زي دي، عشان ما نزيدش ايه. انا لو بعمل الموضوع ده تحت في المطبخ هيبقى زريبه، هيتهرس. تاخدي من اول الرقبه كده والجناحه وكله بقى تشوحي كده، تشممي النار كده الريش، بس ما تحرقيش البطه يعني الريش بتاعك. هعملها بقى كلها وارجع لكم. هنا بقى يا جماعه عملنا فيها، شوحنا زي ما قلت لكم، شوحنا الريش اللي فيها على النار قبل ما نغسلها ولا نعمل اي حاجه، من غير غسيل ولا اي حاجه. هتجيبي بقى ايه، المفروض ملح خشن. عارفين انتوا الملح الخشن؟ طبعا احنا ما عندناش ايه ملح خشن، فايه انا عندي ملح اللي هو الاكياس ده، على شويه دقيق كده. بعد ما عملنا الحركه اللي هي بتاعت الطباخ، وتفضلي بقى تفركي فيها كده. الحركه دي بقى مش هتخلي معاكي اي ريش صغير، هتطلع كل الريش الصغير اللي عندك. شايفين اهو بيطلع اهو، وتطلع الزفره اللي في البطه. ما تخافوش الملح ده مش هيعمل فيها اي حاجه ولا يحدها ولا اي حاجه، بس ده هيساعدك ان انت تتخلصي من كل الريش الصغير اللي في البطه والزفاره. مش تفضلي تعملي زي انا بعمل كده اهو. شايفين اهو كل جزء بقى في البطه هتعملي بنفس الطريقه دي كده، ظهرها ومن قدام ومن كل حته. شايفين؟ بصوا منك تتخلصي من الزفره اللي فيها، ومنك بقى ايه تطلعي الريش اللي انت مش عارفه تتخلصي منه. هعملها كلها بنفس الطريقه كده وارجع لكم. هنا بقى يا جماعه جبت شويه ميه نضاف خالص بعد ما غسلتها من الملح عشان نفتحها بقى فيه. ناخد بقى جناحاتها كده الاول. وش ميه. مش خايفين من السكينه انتوا ولا ايه؟ ماما عارفين اللي هم عجوزين فما حدش هيذبحهم بقى. نشيل الحته اللي ورا دي عشان الزفاره لازم تتشال كويس. عشان محميه السكينه خايفه منها. بصوا ما فيهاش اي حاجه اهي، لازم تشيلوها كويس. نفتح الزور بقى.
بيكون في هنا زورين كده جنب بعض اهو، لازم نرجعهم لورا كده قبل ما نقطع الرقبه. بعد كده بقى نفتح البطه بتاعتنا. طبعا انا شطفتها كذا شطفه الاول قبل ما اعمل الريش والحاجات دي، قبل ما ابدا افتحها في الميه. انا جبت ميه نضيفه خالص. سيبيهم يا لين. لحمه. نبدا بقى نطلع القلب كله لبره كده. لازم طبعا الرئه دي لازم تطلع كلها. شايفين دي اللي بتكون جوه في القفص الصدر بتاع البط. طبعا الفراخ واقفين جنبي نكشوا الريش تاني اللي انا لماه بوظوا الدنيا. بيكون في حاجه هنا يا جماعه جوه في البطه من تحت، هي لازم تتشال برضه. بصوا الحاجات اللي هنا كلها لازم تتشال عشان الزفاره شايفين اهي تكون مصارين كده وحاجات من دي. زي ما قلت لكم قبل كده كذا مره، لازم المراره تتشال من الكبد. المراره اهي شايفين اهي، الناس اللي ما بتعرفش تنضف الطيور المره دي لازم تتشال من الكبده براها عشان ما تتفقعش منكم وتمرر الاكل. بس طلعت الكبده بعيد عنها خلاص اهي. الونصه بقى هفتحها عشان ما ينفعش افتحها هنا في بلاد الدنيا بتاع ده رمل. هفتحها بقى بعد عن البطه وارجع لكم. غسلتها كذا غسله تاني بما ان بقى ان انا مش عاملاها في شوربه، نقطعها كده قبل ما نحطها قبل ما نحط لها الحاجات اللي هنحطها في الميه، الملح والخل بقى والليمون والدقيق ننقعهم شويه. نقطعها بقى كده على 4. البط الصغير في السن ده لسه اصلا عمرها ما كملش شهرين، يعني يا دوب شهرين، فعشان كده تحسوا ان هي طريه، هيبقى جميل ده في الرز. تعمليها دسات ماما. بصوا عملت كده هنقسم دي بقى 2 من هنا، ودي كمان هنقسمها 2. انا مش ماسكه اساسا عشان قاعده في حته ده غلط، قعدت مكاني معايا واقفه في البواطه الايطاليه دي. بعد ما قطعتها يا جماعه معايا بقى نص ليمونه كبيره كده، او الليمونه اللي عندك ده ليمون كبير، عصرتها اهي، وشويه ملح بقى تاني عشان الزفاره. احنا صراحه عملناها بملح في الاول بس عشان ما عملناش قلبها من جوه بملح، يعني القلب من جوه من اهو ما عملناهوش بملح. لازم تتنقع شويه ملح كده حوالي نص ساعه كده، طماطمايه كده اهو برضه تديها. مش عايزين ريحه زفاره في البط خالص عشان في ناس بتقرف منه بسبب ريحه الزفاره اللي فيه، فاحنا عايزين نحبب الناس اللي عندنا في البيت اللي بتقرف منه، فنمنع ريحه الزفاره. لان الزفاره اللي في البط دي بصراحه انا بشم ريحه بط زفر بعرف اكل. بس هنسيبها بقى هنا شويه بقى على قد ما تقدري بقى، بس معاكي من نص ساعه وطالع يعني، ونرجع نعملها مع بعض. دلوقتي بعد ما سبت البطايه بتاعتي بقى يا جماعه منقعها في الميه والخل والملح والطماطم والدقيق والكلام ده، هنحمرها بقى وهي نيه كده ما شاء الله. بصوا هتغسلها غسله بقى تمام التمام، تمام التمام، مفيش انضف من كده. 30 مره اشطف بس. جبت هنا الحله بتاعتي فيها شويه هنحمرها بقى بشويه زيت كده، هنضيع الزفاره تمام. ده حلو كده، خليكم معايا. وهنا زي ما انتم شايفين حمرتها على الجنبين اهي. طبعا عايزه
المساكه اللي بطلع بيها من الزيت كله اللي خدناها على المعلقه دي. نسيت. بصوا يا جماعه اهي، شايفين كانك بتحمري بط عادي بس ما تنشفيش جامد يعني. تحمري على الجنبين كده وتطلعي. هعمل الكميه اللي معايا بقى البطه بنفس الطريقه بقى وارجع. بعد ما حمرناها زي ما انتم شايفين نجيب الحله بتاعتنا. لو انتوا فاكرين اللي متابعنا يعني احنا كنا عاملين الديك بنفس الطريقه من كام يوم، بس البط طبعا بيكون قطع. نحط شويه زيت كده في الارضيه، ننزل بقى فوق الزيت كده بشويه من الرز زي ما انتم شايفين اهو، وعليه شويه كده من البصل. دول بصلتين كبار يا جماعه مبشورين بيخلوا الرز بتاعنا حلو قوي، وشويه ومعلقه فلفل اسود بس يا احمد، ومعلقه فلفل اسود نقلب في بعضه في ارضيه الحله بتاعتنا كده. بعد كده بقى البصل اللي معانا ده اهو اللي فاضل هنجيب الكبده بتاعتنا والقنصه كده نقطعهم عليه حتت صغيره، الكبده والقنصه عشان ايه تلخبط معانا في الرز كله ويدي طعم حلو. اقطعهم بس وارجع لكم. هنا بعد ما قطعتهم نجيب شويه ملح عليهم كده صغيرين. خلي بالكم اعملوا حساب ان انتوا لسه هتحطوا ملح تاني، يعني ما تكتروش ملح وتنسوا، وشويه فلفل تاني. ونقلب بقى ايه كل الحاجات دي ببعضها كده اهي، الكبده والبصل والفلفل والملح وكله ما شاء الله. كبده البط ده والقنصه بتاعته بتكون كبيره. ونقلب ايه بقى على البط بتاعنا كده. البطه الاكله دي تنفع في عزومات رمضان يا جماعه. لو عايز تعملها في الفخار في الفرن برضه تنفع. نجيب بقى البطه بتاعتنا بقى في الارضيه بتاعت الحله كده ببصلها بقى بكبدتها بقنصتها، تبات البصل فوق الرز بقى اللي احنا حطيناه كده في الارضيه ونحطها زي ما انتم شايفين. طبعا ممكن يعني حاولي تكبري الحله بتاعتك عشان ما تتزحمش منك. هنا بقيه الرز بقى يا جماعه بتاعنا اهو هنحطه بقى ايه على وش البطه بتاعتنا. طبعا لو هتعملي في الفخار وهتحطي يعني ايه كل حته بطه كده في فخاره واحده وبنفس الطريقه كده زي ما بنعمل بالظبط عشان تستوي معاك. هو اصلا البط الشامورت ده ميزته ان هو بيستوي في اي حاجه. كنت لسه هقولك فكريني يا ماما لازم احط الحليب على النار، اللبن لازم ويغلي كده ويتكب. طبعا انا حاطه اللبن على النار بيغلي بس يتكب بقى. يلا بعد كده بقى يا جماعه شويه فلفل اسود بس كمان كده. الرز بيكون جميل كل ما تكتري له ايه فلفل اسود. ما تنسيش انك حاطه ملح، هتحطي ملح تاني بس ما تنسيش انك حاطه شويه في الاول عشان ما نحدقهوش. هجيب اللبن وقفيه ميه. تجيبي اللبن بتاعك مغلي، لو ما عندكيش كميه لبن كبيره هتزودي ميه عادي، يعني انا مزوده بس شويه ميه اهي. شايفين يكون الميه اكتر شويه من الايه من اللبن قصدي، على الميه واللبن صافي زي ما انت عايزه. ممكن تحط عليه كوبايه زبادي بيض او معلقتين زبادي زي ما انت عايزه. شايفين كميه اللبن لحد فين اهي. ترفعي شويه كده عن الرز عشان الرز بتاعك يستوي، البطه بتاعتك تستوي على ايه على النار. تعالوا بقى نحطوه على النار. بصوا بقى ده كما حمرنا البطه فوق الدهون اللي نزلت منها دي كلها نظيفه مش وحشه. اللي احنا حمرنا في البط شوفوا بصوا منزله دهون قد ايه، دي خساره مش هنرميها، هتدي طعم للرز بتاعنا حلو اهي. كل ده نازل من البط اصلا، فاحنا كده مش حاطين اي مواد دهنيه تاني، يعني حطينا الايه اللي خارج من البطه ده بيدي طعم اصلا حلو في الرز كده. خلاص هنغطي عليه بقى، واول ما يغلي معانا هنغطي عليه خالص ونسيبه براحته زي الرز العادي عشان يستوي معانا والبطه بتاعتنا تستوي تطلع معانا حلوه. خليكم معايا. بصوا يا جماعه اول ما غليت وطيت عليها خالص اهي وهي لسه فيها كل حاجه. اول ما تغلي بصوا وطيت عليها ازاي شمعه اهي، شايفين النار زي الرز العادي خالص. لما تستوي بقى هنشوفها مع بعض. خليكم معايا. صينيه البطاطس بتاعتنا بصوا بسرعه انا عاملاها معاكم قبل كده. النهارده هعملها قبل كده بالثوم والنهارده بالبصل. بصلايه متقطعه حتت صغيره، فص ثوم كده متقطع حتت صغيره، عود كزبره، قرن شطه حراق.
ماشي. التوابل بتاعتنا معلقه ملح، معلقه كمون صغيره، معلقه فلفل اسود صغيره، معلقه 7 بهارات صغيره، معلقه بابريكا صغيره. طبعا ما تربطوش نفسك بالتوابل بتاعتك، اي توابل عندك في البيت تنفع. الملح برده ما تكتر، يعني انا مكتره الملح بس، التوابل الباقيه معلقه صغيره، الملح الوحيد المعلقه كبيره. ننزل بيه كده على البصل بتاعتنا والبطاطس كمان اهي معاهم. دي بطاطس متقطعه يا جماعه طرنشات، طبعا كلنا يعني بنعرف سلطه البطاطس، بس بما انه بقى الروتين بتاعنا فايه الرخامه طبعا مغسوله والزيت. هنقلب كل الحاجات دي في بعضها كده، وتكون عصره الطماطم بتاعتك جنبك. طبعا البطايه بتاعتنا على النار لسه، ريحتها بقى ما اقولكوش جايبه لاخر الشارع. تكونوا ضربه الطماطم كده في الخلاط اهي، الكميه المناسبه للبطاطس بتاعتك بس كده، ونحطها على النار. اول ما تغلي على النار هنوطي عليها. لو لقينا الميه بتاعتها نشفت قبل ما تستوي البطاطس هتزودي كوبايه ميه لغايه ما تنشف وتستوي معاكي بس كده. لما الاكل كله يجهز هرجع لكم. انا مستعجله الناس تتوني، بس نحط شويه زيت يا جماعه، لازم نحط شويه زيت على البطاطس بتاعتنا بس، ونحطها بقى على النار، او معلقه سمنه، زيت او سمنه او زبده اللي انت عايزاه بس. هنقطع عليها بقى ونسيبها. يلا بقى نعمل الاكل بتاعنا. سيبته على النار اهو لما استوى براحته، الرز مع البطه براحتهم، مع الاكله تكون جميله في رمضان. طبعا هنغرفها في طبق كبير بقى. اخونا ساميه عايز تغرفي في طبق كبير، اغرفي الطبق اللي انت عايزاه. بصوا شايفين الشعر ازاي ما شاء الله، حاجه كده. بصوا ايه اغرفوا بالراحه هرجع لكم عشان ايه اظبط كده 2 3. وزي ما انتم شايفين يا جماعه الربيع ميه ما شاء الله، والله العظيم الرز يتاكل حاف. جعانه من غير بطاطس، جميل. بصوا شايفين الكبد والقنص كمان اللي على الوش ده. انا جعانه والله، عماله اعمل في الاكل بسرعه. بصوا احلى اكله، بعشق الاكله دي والله العظيم بجد. ده عشق يا جماعه. انت تعملي البط بالطريقه دي، الرز بتاعه بيكون شارب كده منه وبيكون مستوي في الرز كده. الله هوريكم بقى ايه السوا بتاعه عشان محدش يقول زمان البطه نايم. استنى عايزه اجيب لكم اللحمه عشان تشوفوها. شايفين؟ بصوا مولعه، شايفين بصوا دايبه ازاي؟ دايبه اهي اهي، دايبه دوب بس سخنه نار. والبطاطس كمان استوت ما اخدتش حاجه، وطيت عليها وعملتها كده. طبعا ايه الاكله دي من الاكلات المستعجله، اما تكون عايز تعمل اكل في ثواني من غير بقى ما تحيري نفسك كده، تعملي في البطه او الفرخه في الرز وتعملي جنبها البطاطس. يا رب تكون عجبتكم البطه بتاعتنا النهارده. والبط على فكره طلع حلو الحمد لله. انا بحب البط اللي هو البكينه الفرنساوي ده، في الاكل بيكون جميل، بيكون طعمه مسكر عن البغال وعن المسكوف. اعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناه لو عجبكم الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.